لو بتعاني من ريحه الشعر الكريهه، لو دايما بتشتكي ان ريحه شعرك بتكون وحشه قوي، لو عندك اطفال دايما لما بيعملوا مجهود ريحه شعرهم بتكون وحشه نتيجه ان شعرهم نوعه دهني، هقول لك النهارده على وصفه جباره بجد. الوصفه دي هتجيب معاكي نتيجه تجنن، هتخليكي لو واقفه وحد على بعد 2 متر منك هيشم ريحه شعرك الجميله. الوصفه كل مكوناتها طبيعيه وموجوده في اي بيت، تكلفتها مش عدي من 20 ل 25 جنيه. الوصفه بقى مكوناتها ايه؟ جل صبار. كلنا طبعا عارفين قد ايه ان جل الصبار كويس جدا، بيحمي الشعر التالف وبيدي نتيجه كويسه جدا وبيخلي شعرك ان هو يتسرح بسرعه. فجل الصبار منتج هايل لعلاج الشعر. الحاجه الثانيه وهو زيت جوز الهند. قبل كده كنت اتكلمت معاكم عن زيت جوز الهند، قلت قد ايه زيت الجوز الهند ده مفيد للشعر. هو مش بس مفيد للشعر، هو كمان مفيد للبشره، مفيد في الاكل، ليه مميزات كتيره جدا. هعمل لكم حلقه هتكلم فيها تقريبا لمده ساعه عن قد ايه زيت الجوز الهند ده مفيد وحلو جدا للشعر. هيدي ريحه جميله جدا، هيدي تعطير، هيدي لمعه. هو كمان ممكن تستخدميه كثيرا. غير بقى ان زيت جوز الهند ده يا بنات بيحمي الشعر من الشمس. انت متخيله ان الزيت ده هيحمي شعرك من الشمس ويخلي تاثير الشمس لو فوق شعرك بتبوظ شعرك بنسبه 100%، ده هيخلي تاثير الشمس عليكي تقريبا كده 10%. الوصفه الثالثه بقى او الزيت الثالث هو زيت الارجان. زيت الارجان يا بنات معروف ان هو بيدخل دايما في مستحضرات التجميل اللي خاصه بالعنايه بالشعر. دايما تلاقي شامبو بزيت الارجان يقول لك ده احسن نوع. عاوزه تستخدمي حمام كريم جيبيه بزيت الارجان علشان يطري شعرك، عاوزه تستخدمي بلسم جيبي بزيت الارجان. فزيت الارجان كمان جميل. الثلاث مكونات دول يعتبروا ذهب بالنسبه لشعرك. هتعملي ايه بقى؟ هتاخدي من كل حبه حبه من كل حاجه فيهم او كل منتج حبه، هتحطيهم على ايدك وتدعكي كده بالراحه وتمشيهم على شعرك وتسرحي مره كل يوم الصبح قبل ما تنزلي تروحي الشغل او قبل ما تخرجي. بجد هتاخدي حمايه وترطيب ولمعان وريحه تجنن. لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي ان انتوا عملتوها وعملت نتيجه معاكم عامله ايه. وكمان لو اي حد عاوز يسالني اي سؤال يكلمني على الخاص. كانت معاكم آلاء جمال، مع السلامه.